محكمة الاستئناف بعد إعطاء المتهم كافة حقوقه وضماناته في محاكمة عادلة حققت فيها محكمة الاستئناف كل الطلبات اللي طلبها دفاع المتهم على مدار 7 جلسات، فده شيء كويس جدا. حضراتكم كنتوا متوقعين تخفيف الحكم؟ في اعتبارات كتير للمحكمة سلطة تقديرية في إن هي تاخد بيها أو لا. في اعتبارات منها السجن، في اعتبارات منها الظروف الصحية للمتهم. الاعتبارات دي اعتبارات موضوعية يحق لمحكمة الموضوع كما ارتأت لها ان هي تأخذ بيها او لا. احنا اللي كان يهمنا النهارده هو ثبوت الجرم في حق المتهم وصدور حكم بالإدانة من محكمة الاستئناف، ما يبقاش إلغاء للحكم، والحمد لله رب العالمين الهدف ده احنا وصلنا له بالحكم الصادر النهارده بالسجن المشدد 10 سنين. طيب حضرتك قول لنا يعني رد فعل اهل القسم بعد ما طبعا والدة ياسين كانت فرحانه جدا، حضنت ابنها وتلقت التهاني من اهلها والمباركات، لان هم عارفين ان هم بيدوروا على حكم الادانه للمتهم علشان يثبتوا ارتكاب الواقعه في حق ابنهم، مش زي ما دفاع المتهم كان بيحاول يقول ويشكك ان دي واقعه افتراضيه من خيال الطفل، مش زي ما حاول يلصق بالطفل اتهامات كتير منها ان هو مريض بضعف الادراك بفرط الحركه، محاوله لاطفاء صيغه الخيال او صفه الخيال على الروايه اللي الطفل قالها في البلاغ واللي والدته قالتها. فانا من وجهه نظري ان النهارده يوم تكريم لام ياسين بعد كل صبرها على مدار السنه كامله اثناء المحاكمه، سواء امام محكمه اول درجه او امام محكمه الاستئناف. النهارده 7 جلسات الاستئناف، حضرتك قول للمتابعين باختصار اللي دار في جلسات الاستئناف الماضيه. استأنف المتهم على الحكم الصادر ضده بالحكم المؤبد الصادر من محكمة جنايات أول درجة، ومحكمة الاستئناف أعطت دفاع المتهم كافة الضمانات والحقوق اللي كفلها القانون للمتهم، نفذ لهم كل طلباتهم، استدعت الطبيب الشرعي، استدعت كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في التقرير الطبي، سمحت للدفاع ان هو يضم اوراق من قضايا تانية ليس لها علاقة ولا صلة بالقضية المثلى النهاردة بتاعت جناية ياسين في القضية دي، تحقيقا وتنفيذا لطلبات الدفاع علشان تكفل للمتهم محاكمة عادلة شاملة كافة الضمانات والحقوق اللي كفلها القانون للمتهم. فالمحاكمة النهاردة انا شايفها ان هي استوفت فيها هيئة المحكمة كل حاجة، كل الحقوق اللي القانون اتاحها للمتهم اثناء المحاكمه اتحققت. فكان الحكم النهارده بالحكم المشدد السجن المشدد 10 سنين والنزول بالتخفيف من العقوبه الصادره من محكمه اول درجه. يعني كان حكم شافي لصدور شافي ووافي وكامل ومتكامل. اديله مساعده. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. اديله مساعده. انت عارف يعني انت هتطلعني الفيديو بالله عليك اقول لك استاذ مصطفى برضه اسالني عن السؤال وانا ارد عليك انت عايز. استنى حضرتك اكتب لي بس اللي دار في جلسه النهارده ده عشان ابعته للاداره بس في العدد الورقي بسرعه. لا معلش يلا خليك واقف. كل مره كده يتكلم بقى. خلاص مريم اقفلي. لا 10 سنين 10 سنين. لا قول لنا اللي ضاف جلسه ان هكتب لك اللي قلته لك خلاص عايز ايه فيه؟ بتقول الظرف الجلسه كله والحكم بس. معلش ماشي. اصدرت محكمه جنايات استئناف دمنهور طب معلش اقفل بقى ولا ماشي. أصدرت اليوم محكمة استئناف جنايات جنوب دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية حكما حضوريا على المتهم صبري كامل بعقوبة السجن المشدد 10 سنوات، وذلك لارتكابه فعل
هتك العرض للطفل ياسين، الطفل المعروف بطفل ضمان. شكرا. دي حاجه ثانيه انت عايز تسجليها كمان؟ اللي عايز يسجل هيسال وانا هجاوب. فكره ان انا اتكلم كده هتبقى صعبه. حضرتك شايف ان الحكم مرضي للناس والاهل الطفل؟ الحكم مرضي طبعا، لان هو صادر بالادانه، وصدور الحكم بالادانه معناه ثبوت ارتكاب الجريمه في حق المتهم، سواء كان الحكم 25 سنه، سواء كان الحكم مشدد، سواء كان الحكم 10 سنوات، فهو معناه ثبوت ارتكاب الفعل ضد المتهم. فالحكم كان مرضي لاهل ياسين، اهل ياسين فرحوا جدا، والده الطفل فرحت جدا، تلقت التهاني من ذويها ومن اقاربها، والحمد لله رب العالمين كان الحكم مرضي لينا. طيب وايه شعور الطفل ياسين دلوقتي؟ بص، عايزين برضو ننبه الناس ان ياسين طفل ما كملش 10 سنوات، فهو مدرك ان فيه مشكله، لكن غير مدرك تماما بحجم الموضوع اللي هو فيه، ولا ان هو قاعد في هيئه محكمه في المحاكمه. هو حاسس باجواء غريبه، لكن ياسين عنده شعور ان هو بياخد حقه، فاعتقد ان ده هيولد شعور لديه ان هو انتصر لحقه ببدله سبايدر مان اللي هو بيلبسها، في اعتقادا منه ان هو كده بيجيب حقه من عمه اللي ظلمه. فانا بيتهيألي ان الحكم ده هيكون كويس جدا